ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحة وسعادة. الفيديو بتاعي النهاردة انا مش هطول عليكم، هو مش هياخد فعلا دقيقة، هتقدروا تعملوا بيه احلى يعني مرطب، وفي نفس الوقت هيدي ريحة تحفة للبشرة وللجسم، وكمان هيدي لمعة خطيرة خطيرة. كل اللي احنا عايزينه، احنا عايزين ازازة زي دي اللي هي بتاعت الزيت بتاع الاطفال. على فكرة ممكن اي زيت يكون خالص من عندك، تغسليها كويس وتعقميها، وهم بيتباعوا لو انتي مثلا مش عندك. هتجيبي بقى اي زيت اطفال. انا جبت زيت نونو عشان الزيت دوت مش مقاطعه، والزيت دوت كويس، كنت جربته في كذا حاجه وطلع معايا كويس. احنا عايزين نص الازازه بس. انا هوريكم اهو، بسم الله. تاني مكون معايا، بصوا بقى، تاني مكون هو عندنا الباودر. ممكن انتي تحطي بودره معطره، او ممكن تحطي اي بودره بتاعت اطفال. برضو انا اخترت البودره بتاعت نونو. ممكن تحطي بودره انشانتير، البودره دي تحفه تحفه عن تجربه، وريحتها حلوه جدا. الاتنين موجودين عندي، بس انا عملتها قبل كده ببودره انشانتير. المره دي قلت هعملها بالباودر دي. هحط شويه مش كتير قوي، اشوف بس. كده حطيت البودره. حطيها بعد ما تاخدي شاور، يعني الترطيب هيقعد معاكي باليوم والاتنين. تالت حاجة بقى احنا عايزينها، انا عايزاكي تجيبي اي زيت معطر انتي بتحبيه، او كمان ممكن مثلا البادي سبلاش اللي انت بتحبيه، اي حاجه خالص انت بتحبيها هاتيه وحطيه. انا هنا برضو فضلت، عشان بقول لكم دي وصفه اقتصاديه، انا مش عايزه فيها اي حاجه خالص تكلفك. ده اللي هو مسك الطهاره، انا اخترت اللي بالرمان لان ريحته جنان جنان جنان. انا هحطها كده فيه وهفضل اعمل كده، انا عايزاها تنزل. بصوا هيبدا ينزل. انا عايزه افضيها، احنا ممكن ناخده نصها بس. هي بتنزل، شايفينها بتنزل ببطء قوي. عايزه اقول لكم يا جماعه، يعني انا بنتي والله بتقول لي ريحته جامده. هو فعلا ريحته حلوه قوي قوي. يعني مسك الطهاره ده كفيل ان هو هيخلي لك الخلطه دي فعلا فعلا سحريه. لا، الريحه فظيعه بقى، ولا تقولي لي بادي سبلاش بكذا ولا برفيوم بكذا. لا لا، ريحه خطيره خطيره، هتخلي جسمك فظيع. وانا متعمده ان الوصفه دي احنا ما نعملوش اي حاجه مكلفه خالص. بصوا انا تقريبا خدت 3/4 يعني. اللي معانا بقى بعد كده، بصوا دي خطوة اختيارية. لو انتي مش عندك، مش عايزاكي تكلفي نفسك، انا هنا جبت اي سيرم فيه هايرولونيك. انتي عندك تمام، مش عندك ما تحطيش، او ممكن تستبدليه. تحطي مثلا ده ممكن تحطي، عارفين الكبسولات اللي هي فيتامين ه او زيت فيتامين ه، حطوا منه. انا هنا عندي سيرم، فقلت بصوا هحط شوية كده عليه، هيدي ترطيب خطير للجسم. دي عايزاكم تحطوها اول ما تاخدوا شاور، جسمكم وهو لسه مترطب حطوا. واللي بعد كده كمان احنا عندنا جليسرين. ده بتجيبيه من الصيدليه، جليسرين طبي، او ممكن تجيبيه من عند اي عطار، بس طبعا حاجاته تبقى مضمونه. احنا مش عايزين كتير، احنا عايزين مثلا كام نقطه بس كده خلاص. واخيرا بقى عايزين ندوا للجسم كده لمعه حلوه قوي. اي حاجة عندك هايلايتر تقدري تحطيه. انا عايزة بس اشيلها افتحها عشان اعرف انزل. عايزة اقول لكم انا اتبهدلت، بس عادي مفيش مشكلة خالص. برضو انا هحطها بالقمع ده. انا كان نفسي يكون عندي قمع صغير يدخل في الازازة، بس للأسف مفيش، فانا حطيت حبة كده اهو. كده انا نزلته اللمعة كلها.
انا هوريكم البهدله اللي حصلت لي، بس هو خطير ويستاهل. بصوا اللمعه بتاعته عامله ازاي، حلوه جدا. بصوا حطيتها في ايدي اللمعه بس من غير الخلطه دي. ودلوقتي بقى جه الوقت علشان نقفل عليها. فين البتاع بتاعها؟ كان هنا. ودلوقتي عايزه اقول لكم بقى ان انا رجيته وحطيته، والولاد واقفين جنبي جربلنا. ريحته فظيعه فظيعه فوق ما اي حد يتخيل. لا ريحه خطيره ولمعه جنان، وهتحسوا بترطيب. واراهنكم ان قعدت معاكم 48 ساعه واكتر. بس كده وصفتنا سهله وبسيطه خالص. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك ودعوا في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد.